وصفة النهاردة سهلة وسريعة. الوصفة دي مش بس طعمها جميل لكنها كمان منعشة ومناسبة جدا لأيام الصيف والحر والفرهدة دي. عشان كده احنا بنقدر ناكلها باردة ومتلجة كده وتبقى تحفة. مقاديرها سهلة وبسيطة، خليكم معايا عشان تعرفوا ازاي نحضرها بسهولة في البيت. ولو أول مرة تشوفوا قناتي أنا شيماء حمدي، متنسوش تعملوا لايك حلو كده لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شير كتير كتير يا حلوين. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، ومتنسوش تكتبوا لي في التعليقات كده آرائكم في الوصفة بتاعتنا. ويلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة نزلت بمعلقتين سمنة بلدي، اي سمنة متوفرة عندك، ولو عندك سمنة بلدي يبقى برضو هتزود لك الطعم تحفة يعني في الوصفة بتاعتنا. ونزلت بيهم كده في حلة كده على طول على النار، واول ما يبدأوا يدوبوا معايا كده هبدأ انزل عليهم بكوبايتين من الشعرية. ايوه هننزل بكوبايتين. وعايزه اقول لكم كمان، لو عايزه تنقصي في المقدار وتعملي كوبايه واحده شعريه، هتاخدي من كل المقدار اللي انا قلت لك عليه، يعني تقسميه انت. انا هعمل المقدار حاجتين، انا هنا حطيت كوبايتين، انت ممكن لو عايزه تعملي مقدار اقل تعملي كوبايه. فانا هنا نزلت بالكوبايتين وفضلت اقلب فيهم لغايه ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الغامق شويه، مش عايزاها فاتح عشان يديني شكل حلو في الاخر. بيبان في اخر الفيديو خالص، هتشوفوا شكلها تحفه قد ايه. شايفين؟ انا عايزاها الدرجه دي، ولا هي غامقه جدا ولا هي فاتحه جدا، وسط ذهبي يعني وسط. ونزلت عليها بكوبايه ميه عاديه خالص من الفلتر، وسبتهم يغلوا مع بعض غلوه كده لغايه ما الشعريه بتاعتي تطرى كده وتبقى مش مقرمشه كده، طريه كده. وبعد كده هبدا انزل عليهم بكيلو من الحليب مغلي بقى، او عندك في التلاجة مش مشكله، المهم يعني يكون كيلو. تكوني غليتيه وبرد، او كان في التلاجة او سخن، مش مفيش مشكله يعني، اي حاجه تقدري تنزلي بيه على طول. وبعد كده نزلت باربع معالق من السكر كبار. طبعا التحلية كل واحد تبع ما هو بيحب يحلي قد ايه. انا بعد ما حطيت الاربع معالق ودقته حسيت اللي هو ناقص شوية سكر، حطيت له كمان، يعني حطيت 6 معالق سكر. ومعايا هنا نص كوباية جوز هند مبشور، طبعا ما استخدمتهاش كلها، اخدت حبة بس وسبت شوية، هتشوفوا في اخر الفيديو هنعمل بيهم ايه. ونزلت بيهم كده، عايزه اقول لكم ريحتها رائعه، ريحه الشعريه كده وهي بتغلي مع الحليب، وكمان عليها جوز الهند، ريحه جميله جدا. واول ما تغلي كل المقادير اللي احنا حطيناها مع بعض كده، ببدا انزل عليهم بكوبايه واحده بس من الفول السوداني. طبعا لو عندك اي مكسرات تانية تقدري تحطي، لكن انا كان متوفر عندي الفول السوداني، وعايزه اقول لكم الفول السوداني ده بيخليها طعمها حلو قوي وريحتها حلوه. وبعد ما اخدوا غلوه مع بعض نزلت عليهم بمعلقه واحده من الفانيليا السايله، وسبتهم يغلوا مع بعض دقيقة كده. وبعد كده جبت كوباية لبن وفيها 3 معالق من النشا ودوبتهم مع بعض. بعد ما دوبتهم نزلت بيهم على الشعرية بتاعتي كده، وأول ما قلبتهم كده وتلاقيتها بدأت تجمد معايا، طفيت النار على طول. لازم تطفي على طول عشان ما تتلسعش منك من تحت. حتى كمان هتلاحظوا اللي الغليان والبخار وقف كده، يعني انا كده خلاص طفيت. وبدات انزل عليها بكوبايتين من الحليب. ما تستغربوش اللي انا طفيت ونزلت كوبايتين من الحليب، لا، انا قصدي اللي انا اقفل، وعشان اصلا الشعريه كل ما تحط لها لبن هي تشربه، فانا عايزه اطفي. ونزلت بالكوبايتين كده باردين عليها وقلبتهم بحيث تبقى سهله كده في اللي هي تقليب. لو انت سايباها على النار كل ما تحط لها لبن هي هتجمد على طول، لكن لو طفيتي خلاص بتبدأي تقلبيه كده. وكده خلصنا الوصفة بتاعتنا. يلا بقى نشوف ازاي هنحضرها بقى عشان نحطها في التلاجة بتاعتنا. جبت القالب الصينية بتاعتي او اي حاجة عايزة تحطي فيها انتي، وتبدأوا تحطوا كده ايه كل اللي احنا عملناه ده فيها كده، تنزلوه كده لاخر قطرة. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا، وهي كمان على النار، وكمان مش هنقدر ناكلها كده، دي حاجة نعملها كده بدل ما نعمل كيكة لولادنا. وطبعا الجو حر، لا هي في ثواني كده على النار وتبدأي تعمليها وتحطيها في التلاجة. عايزة اقولك ما بتاخدش وقت معاكي خالص، يعني كل حاجة ورا بعض كده وتمام. بعد كده تحاولي تساوي كده الشعرية، عشان مش عايزاها بعد ما تبرد يبقى الشعرية كده واقفة في الصينية وشكلها مش لطيف. لا، حاولي كده تهزي الصينية كده وتثبتيها كلها، وكل ما تقعد مع نفسها هتتظبط. خلاص سيبيها بقى في التلاجة. شايفين منظرها عامل ازاي؟ هنسيبها بقى في التلاجة ساعتين، يعني مش اكتر. عايزه اقولك بتتماسك، شايفين الشكل بتاعها؟ عشان كده كنت موصله درجه اللون بتاعها في وانا بحمر الشعريه للدرجه دي، بحب الشكل ده، بيديها شكل جمالي كده. وطبعا معايا نص كوبايه من الفول السوداني، وطبعا كسرتها كده يعني نص تكسيره كده في الكبه. وطبعا التزيين ده براحتك انت، يعني عايزه تزيني او لا ترجع لك.
لكن عشان باحب الفول السوداني فحبيت أزوّد من فوق، لو ما عندكيش خلاص أو مش مكتفية باللي جوّه الشعرية بتاعتِك خلاص. فزيّنت كده الصينية كده بشكل يعني اللي أنتِ تحبيه، برضه تقدري تزيّني أنتِ بشكل مختلف، كل واحد تبع ذوقه. بس أنا عايزة أقول لكم أنا كشيماء باعشق جدًا الوصفة دي، لإنها سهلة جدًا وسريعة وما بتاخدش معايا وقت، وكمان غير طعمها جميل جدًا، وكل حد يدوق منها يعني يسألني على طريقتها. فهي حلوة جدًا، وعايزة أقول لكم أنا آخدة الوصفة دي كمان من مامتي، الله يشفيها. فيا ريت دعوة منكم بقى حلوة ليّا ولمامتي. فلو عجبتكم وجربتوها وعجبتكم تدعوا لها دعوة حلوة في الكومنتات كده، ربنا يشفيها لي ويخليها لي، وأنا طبعًا تدعوا لي دعوة حلوة كده. وعايزة أقول لكم لو زينتوها أو لأ، هي شكلها حلو جدًا. يعني التزيين ده تحبي تعمليه أو لأ ده حاجة يعني مش أساسية، لكن التزيين بيزود شكل جمالي ليها. وطبعًا إحنا حاطين فيها الفول من جوّه والجوز من جوّه، بيدّي طعم حلو. وعايزة أقول لكم الفول من جوّه مقرمش جدًا، يعني أنا ما سِبتهاش تغلي على النار لغاية ما الحاجة اللي جواها تستوي، لأ الفول لسه فيه قرمشة كده، فبتدّي طعم حلو. وطبعًا الجوز الهند والفانيليا، كل ده عامل mix كده رهيب، طعمه روعة، روعة. يعني أنا مش هاقول لكم على حاجة كده إلا إذا كان فعلًا هي كده، عشان عارفة أي حد بيعمل أي وصفة بيبقى عايز ياكل حاجة حلوة في الآخر. فدي من الوصفات الحلوة والسهلة. وعايزة أوريها لكم كمان من الداخل، شايفين ما شاء الله الحليب لونه أبيض، يعني ما شاء الله ناصع كده، يعني شكلها حلو جدًا وطعمها حلو. شايفين المنظر؟ ومستوية وفيها قرمشة كده، يعني اللهم بارك حاجة حلوة جدًا. فيا ريت تجربوها كده وتشيروها برضه لكل حبايبكم عشان كله يقدر ينفذها يعني، وكله يستفيد. وعايزة أقول لكم باشكركم جدًا على أي حد سأل عليَّ، عشان بقى لي فترة ما نزّلتش فيديوهات، فمستنية بقى إيه اللايكات بتاعتكم اللي بتشجعني، عشان تشجعوني أقدر أنزّل لكم فيديوهات تانية كتير، لإن بقى لي فترة بعدت عن القناة. فيا ريت بقى التشجيع بتاعكم هو اللي هيخلّيني أقدر أكمّل تاني معاكم، وسامحوني على تأخيري. فلو استفدتم بقى من الوصفة تكتبوا لي آرائكم في التعليقات كده وتفرحوني، لإني باقرأ كل كومنتاتكم، وباحاول والله أرُد على كل كومنتاتكم وعلى أي سؤال تقدروا تسألوني عليه. فباحاول إن أنا ما اسيبش ولا كومنت إلا إذا كان يعني في ظرف عندي أو أي حاجة ما خلّتنيش أرُد عليكم، فسامحوني واعذروني. فكمان عايزة أشكر أي حد بيتابع معايا الفيديو لغاية الآخر. عايزة أقول لكم أنتم يعني باحبكم جدًا، لإن بتكمّلوا معايا الوصفة، لإن في كتير بعد ما ييجي نُص الوصفة كده يروح سايبها، وبعد كده يسألني في حاجة ناقصة في ما نجحتش معايا. لأ، يا ريت تكمّلوا معايا الفيديو للآخر، أكيد هتستفيدوا منه كتير. وما تنسوش بقى اللايكات بتاعتكم اللي بتشجعني، والشير بتاعكم الحلو اللي بيخلّي الفيديو يروح لأكبر عدد من المتابعين والناس كتير، فأي حد يقدر يستفيد. فشكرًا ليكم جدًا. ويا ريت بقى لو أنتم ما اشتركتوش ولغاية دلوقتي بتشوفوا الفيديو تنزلوا تشتركوا وتطلعوا تكمّلوا الفيديو. ولو أنتم مشتركين عايزة أقول لكم أنا باحبكم جدًا، واستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة.